دايما كل مره كنت بشيل فيها واحده من البنات جوه الشياله دي او البيبي راب، كنت دايما بتسال ازاي انا شايلاهم كده، هل هم مرتاحين؟ طب انا مرتاحه في شيلتهم دي؟ طب ايه الشيله اللي انا شايله بيها الاطفال دي؟ لو انت عايزه تعرفي اكتر عنها كملي معايا الفيديو الاخر. هاي بنات، انا ساره مامي دي البنوتين، وفي الفيديو ده هقولك عن احسن شياله ممكن تحطي فيها البيبي من اول يوم لغايه سن السنه، وكمان هقارن بينها بين شياله شيكو اللي هي معروفه قوي. فلو انت مهتمه كملي معايا الفيديو الاخر. بس الاول لو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان اي فيديو انزله يكون عندك. في بدايه الفيديو كده هقولك عن سعرها وكل تفاصيلها وليه هي احسن شايله ممكن تستخدميها، وفي اخر الفيديو هقولك ازاي بتلفيها وتشيلي فيها البيبي. في البدايه كده هي بتيجي زي باكج بتبقى عليها البراند نيم، هي كانت جايه لي هديه، كان البراند نيم بتاعها بوبا. وجواها بيكون قماش طويل قوي قوي، لكرة. فهي بتكون سهله قوي انت تستخدميها وتحركي بيها، يعني مش شيله ومش حاجه متعبه، ممكن تحطيها في اي شنطه. فدي اول ميزه ان هي سهله قوي. حاجه كمان بقى مهمه بالنسبه لي جدا، انه البيبي لما بيجي يتولد في البدايه بيكون مخضوض قوي من البيئه المحيطه، مخضوض من الانوار، مخضوض من الاشخاص والحركه والاصوات، ومخضوض ان هو مساحه الحركه بتاعته واسعه. كان في الاول جوه الرحم الدنيا ضيقه، حاسس بالدفع، حاسس بان هو في مكان متحوط، فجاه بيلاقيه منطلق في العالم كده، فبيبقى يعني في حاله ذعر وخوف وكده. فبالنسبه لي حاجه جميله قوي في البوبه دي ان انا بحط البيبي جواها، فهي بتهدى قوي، يعني هي بتحسسها ان هي كانها لسه جوه الرحم، لسه بتديها احساس الدفى، لسه تسمع نبضات قلبي، لسه كانها جوه الرحم تاني. فعاده يعني لما بحطها مهما كانت بتصرخ او بتصوت او كده، لو غير لو جعانه يعني او مغصه، لو هي بس خايفه او كده بحطها بتهدى قوي. فدي بالنسبه لي ميزه رهيبه قوي، بالذات الاطفال حديث الولاده بتكون في البدايه كده في احيان كتير بيعيطوا من غير تفسير قوي، فبيبقوا محتاجين حاجه اسمها التقميط، ان انت تلمتي الحركه بتاعت ايديهم ورجليهم كانهم لسه جوه الرحم. فالبوبه دي او البيبي راب دي بتوفر الموضوع ده بشكل رهيب، وبتحسسه كانه تاني جوه رحم امه. حاجه كمان بالنسبه لي ميزه كبيره بالمقارنه بشيالات تانية، ان هي سعرها الى حد ما رخيص. يعني شفتها مثلا على امازون في حدود 290 و300 جنيه و300 وشويه. كمان ممكن اي واحده ست بيت ممكن مثلا تفصلها، دي قماش لكرة، تجيب المقاسات وتقدر تفصلها، الموضوع مش صعب. فهي كمان سعرها افوردبل قوي وسهله الاستخدام، فهي برضو عمليه في كده. ميزه كمان بالنسبه لي ان هي ملهاش وزن، يعني انا لما بحط البيبي فيها بقدر ان انا اتحرك بسهوله شويه، فايديا بتكون حره ان انا مثلا لو عايزه استخدمها واحط فيها البيبي اثناء وانا بعمل شغل البيت او بتحرك او كده، بتكون عمليه قوي في الموضوع ده. ميزه كمان رهيبه قوي في البدايه، بالذات في اي ام جديده، يعني لما يكون الطفل قريب منك ولمسك وانت حاسه بيه وهو حاسس بيكي، غير ان هو بيطمن وبيهدى، انت كمان بيساعدك على الرضاعه الطبيعيه، لان الانتمنسي دي بتساعد انتوا الاثنين ان يطلع هرمون اللبن من جهتك، وهو ان هو يطمن ويحس بالامان تاني. فبرضو ميزه رهيبه قوي ان في الاول يكون قريب منك وانت شايلاه في الشياله دي. طيب سريعا كده انا ممكن اقارن بينها عن تجربة شخصية، يعني بين البوبا او البيبي راب اللي عندي وما بين شيكو. شيكو بالنسبة لي كانت اغلى وحجمها اكبر، فانا مش بتحرك بيها بسهولة وليها تقل، وبعدين بتوجع ظهري شويه، معرفش هل في حد زي كده ولا لا. فهي بالنسبه لي ما كانتش الاختيار الافضل، رغم ان دي انا اللي جايباها بنفسي ودي جايه لي هديه. لكن بالنسبه لي البوبا دي او البيبي راب دي تكسب في كل حاجه بصراحه. فدلوقتي هوريكم بقى ازاي بلفها وازاي بحط البيبي فيها. ابتديت بقى اخرج الشياله بره الشنطه بتاعتها وافردها كده. المفروض ان انا بحط الحته اللي عليها التيكت ده على وسطي كده والفها. بعد كده برجع بيهم على ظهري وابتدي بقى الفهم عكس عكاس. الجزء اللي جاي من اليمين بحطه على الكتف الشمال، ومن اللي جاي من الشمال بحطه على الكتف اليمين، وبعد كده اطلعهم تاني من قدام وادخلهم جوه الحته اللي انا كنت لفاها على وسطي في الاول. بعد كده بلفهم عكس عكاس تاني بس من قدام، وارجع على الظهر اقوم ربطهم ربطتين كويسين قوي بحيث ان هما يكونوا تكون متينه يعني. والجزء اللي هيتبقى بقوم مخبياه بقى تحت بقيه القماش نفسه. بس كده دي لفتها سهله قوي ومش بتاخد وقت. دي بقى جوجو الضيف الشرف الكيوت بتاعنا، بتقول هلو. المفروض بقى في الاول بقوم مدخلاها في الجزء اللي من تحت
عند رجلها كده واقوم مغطياها بيه. هي بس ما كانتش مدياني فرصه قوي ان انا اغطيها كويس، بس هي المفروض بقوم فرداه على جسمها على ظهرها وكله، بحيث ان يعمل سبورت حلو يعني. بعد كده ممكن ادخل ايديها او ما ادخلهاش، دي حاجه براحتي يعني. وبرده ممكن ان انا اعمل اسند الراس، لو في حاله ان البيبي لسه حديث الولاده يعني، ممكن ادخل جزء من الراس في نفس القماش ده. وبعد كده الحته اللي احنا كنا عاملينها بقى من تحت خالص، اللي هي في بدايه اللفه خالص، بقوم مغطياها عليها من اولها لاخرها واطلع بقى بيها لفوق.